السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد لتقديم قمة من القمم بين منتخب البرازيلي ومضيفه المنتخب المغربي. يخوض منتخب البرازيل لكرة القدم بطل العالم 5 مرات مباراة ودية مع مضيفه المغرب رابع مونديال قطر 2022 بحسب ما أعلن الاتحاد يوم الأربعاء. وقال الاتحاد في بيان: يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير. ستقام المباراة في طنجة يوم 25 مارس المقبل، وستكون هذه المباراة الأولى التي يخوضها البرازيل على الأراضي المغربية، علما أنها ستقام على ملعب ابن بطوطة الذي يتسع ل65 ألف متفرج، وكان مسرح لمواجهتي فلامينغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث. وكان المغرب حقق مشوارا تاريخيا في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، حيث خسر أمام فرنسا. وفي المقابل ودع المنتخب البرازيلي في ربع النهائي بركلة الترجيح أمام كرواتيا. فيما يبلغ لم يعين الاتحاد البرازيلي بدلا لتيبتي الذي ترك المنتخب بعد توليه الإشراف عليه بين 2016 و 2022. ونفى شائعات التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي كشف أن رامون مينزيس 50 عاما مدرب منتخب تحت 20 سنة سيكون مسؤولا مؤقتا على سيليساو في الرحلة المغربية. وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز: هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية، اخترنا خصما قويا وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال. أما القنوات الناقلة فهي الرياضية المغربية.